بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه اولى الجلسات او اولى المناظرات اللي هتتم ما بين مثال بيقول لا للدستور، مثال اخر بيقول نعم للدستور. تمام، الاثنين هيناقشوا وجهات النظر في المواد المختلفه. هنا انا قدامي 26 ماده الناس مختلفه عليها، وكل بيقول لك لا الدستور ما ينفعش عشان ال 26 ماده دول، زائد ان في بعض المواد اللي ناقصه. فهنطرح السؤال الاول للاستاذ سيد والاستاذ احمد. اتفضل. اسمع يا احمد، هنبدا الاول الماده رقم 8. تمام، الماده بتقول ايه؟ تكفل الدوله وسائل تحقيق العدل والمساواه والحريه. فنح يا عم هو بيقول لك سؤال في امتحان اخر السنه. يا عم مش لما ابص على المواد بتاعتي انا ببص على مواد الدستور. لا احرقك. بتيسير سبل الترحم والتكافل. كم صعب عليك؟ هو كام احنا لا احنا يا فضل انا هقول لك هشرح لك الماده بالبلدي. محمود بص يا برنجي، الماده دي بتتكلم عن ايه؟ ان الدوله بص يا برنجي حق التكافل الوسائل. يعني ايه تكافل؟ انت وده يا جماعه وده مثال من الاخوان اللي بيقولوا نعم للدستور. يا عم نروح من الاخر واساله انت نعم ليه؟ ماشي. لا خلاص هيقول نعم ليه يا فاضل. اوعى يا جدع. اتفضل يا جماعه، رايح يحط ويساب النزوه. لا رايح يجيب لي حاجه ساعه عشان رشوه. مدين ليا بقى. يا فاضل يا فاضل، مدين ليا بحاجه ساعه. وزي ما انتوا شفتوا مثال الخروف انسحب خلاص. ماشي خلاص. يعني حضرتك تقول يا استاذ سيد حد يا جماعه فيكم هيقول نعم يجي يقعد هنا مكان احمد فضل، ولا محدش عنده يا الجرأه ريت. يقول نعم؟ يا فندم محدش عنده الجرأه يقول نعم. خلاص انا هناقش. خلاص روح انت ابدا. انا اقول نعم. لا هدخلك مداخلات دلوقتي. هدخلك معاك تليفون. هدوس فين اهو. بص يا جماعه، احنا معانا مثال للخروف، قصدي اخواني لا مؤاخذه معلش. شايفين الدهن اهي. بيقول ايه؟ بيقول نعم للدستور عشان خاطر الالتزام والشريعه والشرعيه والكلام اللي بيطبلوا بيه علينا دوت بيضحكوا علينا، وفي الاخر انا عارف ان هو البوصه وهنلبسها. ماشي يا باشا، ما علينا. ومعانا استاذ سيد المثال اللي بيقوله نكمل الموضوع ونشوف المواد اللي الناس مختلفه عليها. هنبدا من الماده 8 نهايه بالماده رقم 42 229. تمام، هنبدا الماده 8. تكفل الدوله وسائل تحقيق العدل والمساواه والحريه، وتلتزم بتسيير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين افراد المجتمع، وتضمن حمايه الانفس والاعراض والاموال، وتعمل على تحقيق حد الكفايه. ما اعرفش الكفايه دي هنا بتاعت الحزب ولا دي بتاعت الحركه ولا ايه، لجميع المواطنين، وذلك كله في حدود القانون. ناخد الاول راي الاستاذ سيد. ايه انت حضرتك قلت ان انا معترض على الماده ديت، معترض عليها، ايه وجه اعتراضك على الماده دي؟ عشان ما تفهمش منها حاجه. تمام يا فندم. الكلام يا فندم كله كلام مطاطي. كلام يا فندم كله كلام مطاطي. من المسؤول عن تحديد حد الكفايه؟ وما هي اسس تحديد الكفايه؟ ممكن الاستاذ اسامه يجاوبنا على السؤال ده. السؤال معاك سيد اسامه. تمام، احنا بنتكلم بلغه البلد دلوقتي. يا سيد اسامه السؤال معاك. في بداية الأمر أحب اللهم صل وسلم وبارك على وعلى الصلاة والسلام يا اخويا. ما تقطعوش، هو ما اداكش، ما قطعش الرب. هما بيبداوا كده. لا كده هنلغي، كده هنقول يعني يا جماعة الرسول ده يعني ده نبينا كلنا يا جماعة. يعني الله ينور عليك. كم بس بعد اذنك يا خش. بس أنا أحب أوجه بس رسالة للأستاذ الفقيه الدستوري الأستاذ سيد. يعني أحب أسأل حضرتك، يعني أنتوا ليه معترضين على مواد الدستور؟ عشان أنتوا فيه. يعني افهم لا عايزين رد منطقي بقى. اقول لك احنا الناس اللي بتخاطبنا ناس جهله، فعايزين نعرف. يعني اقدر افهم كده من اجابه حضرتك ان انتم معترضين على اي حاجه تخرج من كيان الاخوان، يعني من كيان الاخوان بغض النظر عن اقول لحضرتك على حاجه. اقول لحضرتك ماده واحده من الدستور تلغي الدستور كله. ماده واحده غلط، كلام محترم، تلغي الدستور كله. احترم. انا هنا كل يا فندم مطالب الثوره. لحظه كل مطالب الثوره اللي فاتت الدور المحايد. انا مش ضدك. انا معلش انا عارف ان انت خروج قصدي اخواني، بس انا مش ضدك. اكمل سيدي. كمل. قول لي يا فندم مطالب الثوره. ده حاجه مش مكتوبه هنا خالص.
مش مطالب الثوره المفروض كان يبقى في نائب رئيس يا فندم، اللي حسني مبارك سمع كلامنا وقال لنا نائب رئيس يا فندم. دي مش موجوده هنا ليه؟ دي حاجه مش موجوده. ما انا حاطط واحد اسمه ليه؟ في بداية الإجابة عن الدستور أحب أقول لك ماء، قصدي يعني ماء بالنسبة لحضرتك شاهد من أهلي. تلقائية حضرتك مواد الدستور يعني يا فندم حضرتك بتعترضوا على المواد كون إن هي أنتوا عايزين إيه ضد الشريعة؟ انتوا عايزين البلد تمشي ضد الشريعه يا فندم. احنا طب انتوا قلتوا ايه شريعه واحنا قلنا عليها لا يا فندم. يا فندم يعني انتوا ليه معترضين؟ شفتوا ايه من الشريعه عشان تكرهوا الشريعه وتكرهوا اهلها؟ لا 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 معلش ماشي. ساعات الاخوان هم لازقين مادتين كده في وسط الدستور ماشي. الماده 219 والماده هات لي يا فندم بتاعت الجماعه، هات لي يا فندم بتاع اهل السنه والجماعه بعد اذنك. 219 هات لي بعد اذنك. نروح للماده 219 من الدستور اهو 211 محمود بيفكرني احمد حسام الغرياني لما كان قاعد في ليله الهباب ليله الفجر اللي لا ما اعترض ما فيش حاجه مناقشه. دستور يا سيادنا. دستور يا سيدي. ماده 219 يا سيد بتقول مبادئ الشريعه الاسلاميه تشمل ادلتها الكليه يا عين امك وقواعدها الاصوليه والفقهيه ومصادرها المعتبره في مذاهب اهل السنه والجماعه. هتمشي اهل السنه احنا عارفينها. مين الجماعه؟ مين هم بقى الجماعه يا سيد؟ وهتمشي على مذهب يا فندم. في بداية مع العلم ان السنه والجماعه يعني في بعض الاختلاف ما بينهم. بالظبط كده هتمشي على مذهب. في مين اللي هيحدد الكلام دوت؟ يا فندم حضرتك بتقاطعني. ما تقطعوش بقى. حضرتك بتقاطعني. ما تقطعوش. يعني في بداية إجابتي أحب أصلي اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام يا سيدي. بالنسبة لحضرتك الإجابة يعني يا فندم يعني أنتوا إيه اعتراضكم على مذهب السنة والجماعة؟ وضح لي يا فندم. ليه يا فندم ما ناخدش مذاهب سيبوا الكلام للاخر. وده كل سؤال بعد اذنك وجه للجمهور. يعني أنا أحب أسأل الجمهور يعني إحنا إيه اعتراضنا على بالنسبة لمذهب السنة والجماعة؟ ليه ما ينفعش ناخد أسس السنة بما يتناسب مع الجماعة؟ ليه؟ يعني ليه يا جماعه؟ ليه انتوا دايما كل حاجه عندكم فيها كلمه الجماعه معترضين؟ ما هو الجماعه دول ما هم مصريين يا جماعه احنا كلنا مصريين. ثواني لا هقول لك معلش بقى معلش. الجماعه هنا في قاعده عندهم بتقول ان السمع والطاعه لمرشدنا. تمام كده اللي هم بيقولوا ما قصد الاخوان يا جماعه. وماله المرشد يا جماعه؟ ماله الراجل صاحب دين وعلم وتقوى. راجل صاحب دين وعلم وتقوى. ماله ماله يا فندم احنا بيعناه وكلنا يعني كله قول ماء. ثواني يا فندم بعد اذنك. خليك محايد بعد اذنك. احنا يا جماعه قاعد احنا محترمين ومتربيين. احنا ايدنا مرشد جماعتنا محمد بديع وعن اقتناع تام. الراجل صاحب علم، صاحب حجه، راجل تقي. يعني ماله يا جماعه محمد بديع؟ كرامات. راجل صاحب كرامات، ده راجل مبارك. هو راجل يا جماعه انتوا ليه بتهاجموا الراجل ده يا جماعه؟ لو كان عايز يطلع حاجه تأذي البلد كان عملها من زمان. الراجل ده بتاع دين، الراجل ده بتاع علم. ماله محمد بديع؟ يسكت حكم المرشد. يسكت حكم المرشد. الجماهير يا فندم الجماهير بترد عليك. انت بديع يا جدعان. بديع بجد. الجماهير بترد عليك. عايزك سيدتي لا في البرنامج. انت معارض ولا مؤيد الاول؟ معارض طبعا. ما تجيب. طيب اوكي. ايوه هو معارض. هو خايف ليه؟ ايه؟ خايف ليه؟ نخش يا جماعه. احنا خرجنا من الموضوع الاساسي. وانا على اتم استعداد ابايعه مره واثنين وثلاثه واربعه. لانك خروف سيدي. لا اله الا الله. اهدى خروف سيدي. اهدى. فهمنا غلط على فكره. يا عم اهدى. انت فاهمنا غلط يا عم. يا عم وقف يا عم. تمثيليه مش مؤيد. ده مش مؤيد. انا معاك بس ده لو نزل. لا مش هننزله طبعا. ماشي. ده نزل عليه بس. ماشي. ده لو نزل ماشي. ده لو نزل ناس كتير ممكن تسمع الكلام ده يأيدوه. تسمع كلام ايه؟ يا ريته يسمعوه يأيدوه. ده مش هيأيدوه. قصه جدا. هو بيقول حاجه اصلا. ده ما بيقولش حاجه. هنتيج على كل المواقع. ماشي ما علينا. احنا نخش في الموضوع الاساسي يا جماعه اللي هي اتفضل سيدي. ساعتك قلت نعم ليه؟ ساعتك قلت ليه؟
حضرتك انا قلت نعم عشان الرئيس محمد ايه برنامج مرسي. اخر ساعه ده ولا ايه؟ يا جماعه الرئيس قرى وشباب. الدكتور محمد مرسي هو ده اللي هيجيب لنا قيمتنا. يا جماعه الدكتور محمد مرسي هو اللي عمل لنا قيمه. معلش رد عليه قول انت قلت لا ليه؟ اضربه يا فندم. معلش الدكتور محمد مرسي هو اللي عامل لنا قيمه، هو اللي رجعنا كبني ادمين من لحظه تاني. لحظه والشيخ محمد حسان قال له نعم. الراجل محمد حسان ده راجل صاحب علم، صاحب تقوى. راجل منافق سيدي. بس لا خلاص انا ارفض هذا الاسلوب، انا ارفض هذا الاسلوب في الحوار.